في مرحلة بتمر على الإنسان بيحس إن كل حاجة حواليه مش ثابتة، كانت سهلة بقت تقيلة، علاقات بتتغير من غير سبب واضح. يسأل نفسه هو أنا غلط ولا الدنيا بتقع مني؟ بس الحقيقة اللي قليل يعرفها مش كل لخبطة خراب، في لخبطة اسمها إعادة ترتيب. وقت التغيير الحقيقي العقل بيدخل في حالة ضغط غريبة، تفكير، نوم متقلب، إحساس بعدم راحة، مش لأنك ضعيف لكن لأن عقلك بيسيب نمط قديم يحفر لنمط جديد. إنسان ساعات بيحس إنه تايه، هو في الحقيقة بيتنقل. المعنى اللي الدين بيقوله بوضوح، ربنا قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قبل النصر كان فيه إلا خوف، ضعف ظاهر وعدم استعداد. ربنا ما كانش بيهدم، كان بيجهز. مش كل إحساس بالضعف معناه إنك بتتراجع، أحيانا معناه إن أنت بتتكون من جديد. علامات إن أنا في مرحلة تهيئة، حاجات كانت مريحة بطلت تشبهها، ناس كنت قريبة منهم المسافات كبرت، قلبك بقى أهدى رغم القلق، وعيك بقى أعمق، أسئلتك بقت أكبر من إجاباتك القديمة. دي مش خسارة، دي نقلة. لما يحب يطلعك مرحلة أعلى يخفف عنك أحمال قديمة، ناس، أفكار، تعلقات، عشان ما تدخلش المرحلة الجديدة وانت محمل، انت شايل فوق طاقتك. يقع منك دلوقتي مكانه ما كانش مكمل، حاسس ان حياتك ملخبطة. ما تحكمش بسرعة، يمكن دي مش النهاية، يمكن دي اللحظة اللي ربنا بيعيد فيها تشكيلك. بس كده.